وقلبك يطيب يا متابعين. مباراة بين النصر والاتحاد السعودي والنصر السعودي. مباراة كانت من الشوط الأول بين الفريقين ممتعة. كان الشوط الأول للنصر، مفروض انتهى المباراة الشوط الأول 3-4، رغم أن النصر الشوط الأول كان مسيطر وضيع فرص، والمباراة في أرضه. السنة هذا الموسم هذا النصر أكثر مباريات خسرها في أرضه، يعني خارج أرضه جمهور النصراوي يكون مطمن أكثر ما يكون في أرضه. المفروض في أرضك أنت تفوز، وبين جمهورك لا بين جمهوره بيخسر. والأداء كان الشوط الأول صراحة نقول النصر يرجع واكتسح الاتحاد المتصدر. انتهى الشوط الأول 2-0، راحوا الاستراحة ورجعوا الاتحاد غير، يعني هدفين في أول الدقائق. هدف عوار اللي الاتحاد ما يبغاه، اللي يقول لاعب سيء، الدقيقة 94 جاب هدف الفوز. هذا سيء، بتقول إذا مو سيء كيف؟ يا أخي اللاعب ما تدي حقه صح. اللاعب يمر بدروب، يمر بمستوى فوق حبة تحت، طبيعي. اللاعب بشر زيك في النهاية، يمر بظروف، أحيانا يكون في مستوى، أحيانا ما يكون في مستوى. نقول ألف مبروك للمتصدر الاتحاد، النقطة 71، يعني باقي مباريتين إذا فاز فيها الاتحاد هيحسم الدوري. هو باقي 4 جولات، كل شيء وارد. لا تقول أنت مصدق وأنت الفوز، كل شيء وارد. نتمنى التوفيق للجميع. المباراة الثانية التعاون والأهلي السعودي، سوى ممر شرفي. تعاون الأهلي اللي ماخذ الطلاسية يشكر عليه، وفاز 2-0 على التعاون. شكرا سكر القسيم على المستوى والأداء. المباراة الثالثة الهلال فاز 5-3، وهبط الرايد صراحة مع المدرب السعودي محمد الشلهوب، يشكر على المستوى والأداء. هذا الهلال اللي نبغاه. المباراة الثالثة في أوروبا بين باريس وأرسنال، ألف مبروك لجمهور باريس 2-1. صراحة المستوى الأرسنال المباراة هذه قدم مستوى واشكر عليه، بس ما صار نصيب. نقول ألف مبروك لجمهور باريس، تأهل للنهائي مع الأنتر الإيطالي. نقول ألف مبروك لجمهور باريس وجمهور الأنتر. اشتركوا في القناة، ودوا لايكات، وشكرا يا متابعين على دعمكم. لين وصلت هنا في المقطع هذا، وصلوا على الحبيب وقلبك يطيب يا متابعين. فجروا اللايكات.